الثاني بعنوان هذه الشمس تبدو بحجم كرة لا يزيد قطرها عن ربع متر، وتبدو كأنها رغيف خبز، ولكن العجيب في أمرها أن حجمها يفوق حجم الأرض بأكثر من مليون مرة، ولكن بعدها عنا بأكثر من 90 مليون ميل يجعلنا نراها صغيرة. إنها الشمس. نحن نردد كثيرا: الماء عماد الحياة، ونقول الشمس عماد الحياة، فلولا الشمس لغرقنا في الظلام، ولولا الشمس ما عاش إنسان ولا حيوان ولا نبات. إنها تغذي أوراق النبات وتجعل ثمارها تنضج فيأكل منها الإنسان والحيوان. لولا الشمس ما استطعنا أن نحسب الزمان ولا أن نحدد اليوم والشهر والعام. والشمس مصدر الطاقة والدفء، والطاقة التي تولدها تأتينا بقدر محدد. لو زاد لاحترقت الأرض، ولو نقص لتجمدت المياه. فسبحان الله الذي خلق كل شيء بقدر.